في البادية الشمالية وفي إطار متابعة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد للبرامج الهادفة للنهوض بالقطاع الشبابي والوقوف على احتياجات وتطلعات الشباب في مختلف مناطق المملكة، زار سموه مركز شباب البادية الشمالية في محافظة المفرق، حيث اطلع سموه على معرض للمنتجات اليدوية والحرفية قام بتصنيعها شباب مركز البادية الشمالية، تعكس الواقع البيئي والثقافي للمنطقة. وقلنا كمان هاي التدريب يكون 5 أيام فيها كمان احنا حابين نقدم لك هدية. نزلنا صورة. وفي الجلسة الحوارية التي حضر سموه جانبا منها وكانت حول الأوراق النقاشية لجلالة الملك، ناقش الشباب بأسلوب التحليل والاستقراء أهمية الرسائل الملكية في تعزيز مشاركة الشباب في تنمية المجتمع. عندنا حل احنا انه اكتشاف المواهب ونقطة الابداع، انه تكون في لها اتجاهات خاصة. وحضر سموه جانبا من جلسة تدريبية بعنوان فن المناظرات، جرى خلالها مناقشة موضوعات اجتماعية وسياسية واقتصادية بأسلوب المناظرة الحضاري. حفظت المفرد في البادية في القصبة برضه مش فقط على البادية. واطلع سموه على ورشة عمل لتعليم اللغة الإنجليزية للأقران تهدف إلى تقوية المحادثة باللغة الإنجليزية، حيث يقوم المشاركون فيها بعد تخرجهم بإعطاء دورات لأقرانهم لتطوير آليات نقل المعرفة وتوظيف الطاقات. نعطي مثال على هذا الزمن. وشاهد سموه فيلما ومعرضا للصور بعنوان البادية في عيون أبنائها، اشتملا على أفكار لأبناء البادية جسدوا خلالها حياة البادية بأسلوب التصوير والمونتاج. وأعرب سمو ولي العهد خلال الزيارة عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها المركز في رعاية الشباب وتنمية مواهبهم، مؤكدا أهمية تطوير البرامج الشبابية للمركز وربطها مع متطلبات واحتياجات أبناء المجتمع المحلي واهتماماتهم، وبما يمكن الشباب من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية. وفي مركز شباب البادية الشمالية اجتمع سموه مع وزير الشباب بشير الرواشد والمسؤولين في الوزارة، حيث أكد سموه أهمية أن تقوم الوزارة بمتابعة الشباب والشابات الذين خضعوا للبرامج التدريبية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم وتحفيز إبداعاتهم. ولفت وزير الشباب إلى برامج وخطط واستراتيجية الوزارة الهادفة إلى النهوض بواقع العمل الشبابي